المؤمنين أبي بكر البغدادي. من قلب أفغانستان حاضنة تنظيمي القاعدة وطالبان صدرت هذه البيعة للبغدادي زعيم تنظيم داعش. الأنباء الواردة من مسقط رأس الملا عمر زعيم حركة طالبان تؤكد أن مسلحين من تنظيم داعش يشنون هجمات عنيفة ويستهدفون معاقل طالبان في جبال وصحار أعجزت قوات التحالف الدولي لأكثر من عقد. تنظيم الدولة بدأ ينشط هنا، لكن أنشطتهم غير مؤثرة فينا ولا تشكل تهديدا للدولة والحكومة. يبدون كطالبان، بعضهم يرفعون رايات بيضاء وآخرون يرفعون رايات سوداء، لا أجد فرقا كبيرا بين كليهما. المقاتلون المنتسبون لداعش في أفغانستان لا يستهدفون الحكومة ولا القوات الدولية، بل يدخلون في معارك طاحنة مع طالبان، ويبدو أنهم يحققون انتصارات ميدانية دفعت ببعض عناصر طالبان لتبديل الراية ونقض البيعة للملا عمر واستبدالها ببيعة للبغدادي. فتنظيم الدولة الأكثر جذبا للاهتمام الدولي والمحلي راهنا بعد أن انزوت القاعدة عقب مقتل بن لادن. الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزي لم يستطع القضاء على طالبان رغم زخم الحرب على الإرهاب عقب أحداث 11 من سبتمبر ودفع إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش بآلاف الجنود ومليارات الدولارات، ما يشير إلى أن الفترة الرئاسية للرئيس الجديد أشرف غني أحمد زاي ستكون صعبة جدا مع نية واشنطن سحب قواتها وظهور لاعب دولي مثل داعش في الساحة الأفغانية جاء ليزيح تنظيمات مثل القاعدة وطالبان. رهان داعش في أفغانستان قد يخسر بسبب الخلافات الفقهية والمذهبية بين تنظيم الدولة وعموم الأفغان، وهو ما سيشكل عائقا أمام محاولة داعش لإيجاد حاضنة شعبية. وهناك جيل جديد في أفغانستان نشأ خارج دائرة الحرب لن يقايد رفاهيته والمدنية التي حصل عليهما بمحاولات جره للوراء قرونا.